يعني ما أعرف هذا المنظر واحد شلون يوصفه أو يحكي عنه أو شي يقول. يعني هذا اللون الذهب، يعني أكيد كلكم مجربيها وضايقيها وتعرفون إيش قد طيبة، وماكو داعي أطول بالحكي وأوصفها. شوفوا لي شلون شكلها مدبقة وتجنن، واللون ما أحكي لكم عليه، ما راح أطول عليكم، راح أبلش وأقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم أخباركم، صحتكم أحوالكم، إن شاء الله تكونوا بكل خير صحة وعافية وأنتم تشوفون قيسي أو طرشانة هذا اليوم. قبل كل شيء بالنسبة للمتابعين الغير العراقيين، القيسي أو الطرشانة يعني المشمش المجفف، ونضيف عليه أيضا العنجاص المجفف. فاليوم تابعوها على طريقتي. نظفتها كلش زين وغسلتها بالمي كلش زين. ورا ما غسلتها بالمي إيش راح أسوي؟ راح أخذ كمية تقريبا لتر ونص من المي أنقعها بالمي تقريبا من ساعة إلى ساعتين حتى المشمش يطرى عندي، لأن هو هنا جاف كلش، مو هذا الطري اللي نشتري من السوق، هذا الجاف احنا العراقيين نجففه تماما حتى نسوي به إما مرقة الطرشانة أو بشكل حلويات. أنا اليوم حسويها بشكل حلويات، ما راح أضيف لها لا لحم حتى لا تكون عندي مرقة. مثل ما قلت لكم، بعد ما نظفتها وغسلتها كلش زين راح أنقعها من ساعة إلى ساعتين بالمي. وراها راح أتخلص من المي هذا كله وأرجع أغسلها مرة ثانية حتى أتأكد إنه كل الأتربة اللي بيها نزلت. شوفوا هنا خليتها بعد ما غسلتها تماما بمصفي، وتأكدت إنه كل الأتربة نزلت منها والمي نزل منها صافي. أخذت القدر وخليته على النار، وراح أضيف تقريبا 4 ملاعق من الزيت، زيت النباتي أو الزبدة أنتم براحتكم. راح أضيف الطرشانة وأبدي أقلبها. هنا أشتغل على نار عالية، ما راح أقلبها هواية، تقريبا دقيقتين بس شوية تنحمس بالزيت. راح أبدي أضيف عليها مباشرة المي اللي أضيفه راح يكون فاتر، لا هو بارد ولا هو ساخن. وكمية المي اللي تضيفوها انتم براحتكم، تريدوها بشكل مربى وسرعتكم مايات هواية أو تريدون كمية قليلة. أنا راح أضيف كمية وهي ما يغطي الطرشانة مثل ما تشوفون، مو كلش هواية. راح أخليها تغلي غلوة غلوتين مو أكثر. أنا ما داريد أطبخها مثل المرقة، داريد هنا أسويها بشكل مربى أو حلويات الطرشانة. بعد هنا ما غطيت عليها، شوفوا صار لها دقيقتين دا تغلي. راح أتركها أيضا دقيقتين ثانية، يعني تقريبا 5 دقائق إلى 6 دقائق راح تكون عندي طرية وجهزت. هنا راح أبدي أحمص المكسرات. أنا راح أضيف لها اليوم اللوز والجوز. الكمية أنتم اختيارية، إيش قد ما تضيفون إيش قد ما يكون بها مكسرات تكون كلش طيبة. أكو يضيفوا لها كشمش وأكو زبيب، أنا ما راح أضيف غير فقط الطرشانة والعنجاص المجفف، وراح أضيف لها اللوز والجوز بالإضافة للهيل والسكر. وهنا اللوز شوفوا بدأ ياخذ عندي اللون الذهبي الحلو، ضفت عليه أيضا كمية من الجوز، راح أقلبهم أيضا بالزيت أو ممكن الزبدة دقيقتين مو أكثر، ما أريده يحترق، وراح أبدي أضيفه للطرشانة. طبعا اللي عنده غازو أو كاجو ممكن أيضا يضيفه، كلش طيب، يعطي نكهة أيضا كلش طيبة. راح أضيفه مباشرة فوق الطرشانة. أنا هنا مطفي عليها النار، بعدين علقت النار على الهادي وضفت كوب كامل من السكر. كمية السكر اختيارية، أنا أحب تكون حامضة وحلوة، ما تكون يعني كلش حلوة، حامضة وحلوة. راح أضيف كلش قطرات بسيطة من حامض الليمون أو ملح الليمون دزي احنا نسميه بالعراقي. وراح أضيف ملعقتين طعام مو أكثر من دبس التمر. طبعا إضافة دبس التمر اختيارية، أنتوا إذا ما تحبون لا تضيفوه، بس أنا أضيفها ينطي لون كلش حلو للطرشانة وينطيها أيضا نكهة ويعادل لي الحموضة والحلاوة بنفس الوقت. بعد ما ضفت عليها السكر راح أنصي عليها وأغطيها وأتركها تقريبا 10 دقائق مو أكثر. لا تحاولون تقلبونه هواية بالخاشوقة حتى لا تمرض. ضفت هنا شوية من الهيل، بعدين حسيت يحتاج بعد هيل ضفت بعد. شوفوا التقليب شلون يكون مالتكم، هيجي يكون، لا تظلون تخوطون بالخاشوقة بعدين تمرض عندكم وتنطيكم شكل حلو. وبالنار الهادئة أكيد. وهذا التقليب الحلو شوفوا شلون حافظت على شكل حبات المشمش. هنا بعد تقريبا ربع ساعة تغلي على النار الهادية، شوفوا شلون صارت شكلها وريحتها، ما أوصف لكم الهيل ولونها. يعني أعتقد المنظر هو دا يحكي ودا يشرح نفسه بنفسه. هذه طريقتي اليوم قدمتها لكم، إن شاء الله تجربوها وأكيد راح تحبوها. ورا ما راح تبرد عندي شوية وتتماسك راح أبدأ أنقلها لطبق التقديم، وأنتوا حرين باختيار شلون تقدموها. إذا حبيتوا الطريقة أكيد ما راح تنسوني باللايك والشير مع الأصدقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه.